بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم تبارك وتعالى. حبايبي متابعين قناة ممر يوسف في البيت، يا رب تكونوا بخير وبأتم صحة وأفضل حال. روتين جديد حلو وسعيد على وشوشكم في يوم العيد، يا رب تكونوا بخير وفي أتم صحة وأفضل حال. أتمنى لكم الرضا من الله تبارك وتعالى دائما. الروتين ده حبايبي هو بسيط جدا لكن نينجا هيعجبكم، خليكم معايا لاخر الفيديو. ما تنسونيش بالاشتراك واللايك والشير، ولو حضرتك جديده في القناه يسعدني ويشرفني ان حضرتك تكوني من متابعين القناه علشان تكبر بحضرتك وتعليق جميل زيك. طبعا حبايب قلبي ان شاء الله دي السجاده بتاعتنا اللي احنا غسلناها، هنشوف انا غسلتها ازاي ان شاء الله. ببدا دلوقتي اجيب الحلويات على قد ما الله تبارك وتعالى رزقني بفلوس بشتري. لو اقل من كده رضا، ازيد من كده فضل ونعمه، ولو ما فيش خالص نشكر ربنا 100,000 مره على النعمه اللي الواحد فيها، كفايه نعمه الصحه. ببدا اجيب اللي ربنا قدرني عليه، وببدا كمان جبت ربع كيلو من السوداني بقشره علشان بيبقى جميل في العيد زي ما حضراتكم شايفين. كل عام وحضراتكم بألف خير. وده بسكوت اللانكشاير هنزله لحضراتكم. وبدات كمان عملت الترمس. وطبعا العشق كله بقى نبدا بقى باللايكات، اللي بيحب الرنجة يخش معايا هنا باللايكات الكتير والتعليقات الحلوه، وكمان الفسيخ الجميل بتاعنا. انا جبت كيلو من الرنجة، هي كانت كبيره بصراحه ومبطرخه تبارك الرحمن. وجبت كيلو ونص من الفسيخ. الفسيخ ده انا قلت له عايزاه وسط، بدا من 280 جنيه، بس كان طعمه تحفه تبارك الله تبارك وتعالى على اللي عمله ويخزنه. بصراحه صنعتهم جميله، ربنا يبارك فيهم ويديهم الصحه جميعا. ببدا حبايب قلبي بنضف زي ما حضراتكم كده الفسيخ. انا ما نضفتوش بره لانه قال لي بصراحه هياخد مني حوالي 20 جنيه، وانا كانت الفلوس معايا مش مقضيه. قلت اجيب بيها حاجات تانية تنفع البيت. ببدا حبايب قلبي بقى دلوقتي ان انا انضف السمك زي ما حضراتكم شفتوا كده، يكون المقص بتاعك حامي، ما يكونش تلم زي اللي في ايدي ده. بتبدأ حبيبه قلبي بتشيلي الزعانف البسيطه دي زي ما حضرتك شايفه كده. وبتبدأي طبعا نضفنا السفة في الاول وحطاه في كيس جنبي على ايدي الشمال اهو زي ما حضراتكم شايفين. وببدأ كمان بشيل الراس، ملهاش اي لازمه، محدش بياكلها. طبعا بتلم كل الشوائب دي وكل القاذورات دي في قلب كيس، وتحطيه في كيس كمان وترميه في ساعتها في صندوق القمامه اللي محطوط على ناصيه الشارع عند حضرتك علشان ما يعملكيش اي ريحه وحشه في قلب الشقه. طبعا ما تنسيش بالاشتراك يا حبايب قلبي. دلوقتي هبدأ ان انا اعمل ايه. ببدأ بقى انضف زي ما حضراتكم شفتوا كده، بشيل القاذورات في ناحية تانية، والفسيخ بيبقى عندي زي الفل زي ما حضراتكم شايفين. ببدأ اشيل السكينة مش هتساعد حضرتك، اللي هيساعدك المقص ويكون حامي. حبايب قلبي اوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى وقراءة القرآن الكريم، ولو آية واحدة في اليوم والعمل بها على قدر المستطاع. بكده ناخد الحسنات، مش الحسنات بس ان احنا بنقعد نقرأ ونلم حسنات، لا، لو ما قرينا القرآن وما عملناش باللي فيه مش هناخد اي حسنات. جبنا بقى الرنجة النينجا بتاعتنا الجميلة دي، وببدأ حبايب قلبي ان انا بقى احطها على النار كده علشان خاطر تفتح معايا. طبعا البوتاجاز بعد ما حضرتك تخلصي لازم العين دي تتغسل مطرح الرنجة بالرابسو والبريل، علشان لو جيت تعملي مطرحها شاي تاني او اي حاجة هتطلع لك ريحة وحشة جدا في الشقة. بدأت دلوقتي حبايب قلبي خلصت خلاص الحمد لله اهوت، وبدأت ان انا احط الليمون وبحط عليه زيت كمان. وده البصل بتاعي الاخضر ببدأ انضفه، وزي ما حضراتكم شفتوا كده بألف هنا وشفا لنا ولحضراتكم. اللايك الحلو بقى والتعليق الجميل من حضراتكم، كل عام وحضراتكم بألف خير. باجي بقى على السجادة بتاعتي، هي طبعا شكلها متدمر نفسيا وعاطفيا، لكن ان شاء الله نجبرها ونوديها لدكتور نفسي. ببدأ حبايب قلبي بجيب جالون كبير بحط فيه مقدار كبير من المية، وببدأ احط كوباية كبيرة من الخل، بس ما يكونش خل تفاح علشان السجادة ما تخسش معايا. حبايب قلبي بحط كمان كيس من البيكنج باودر، بيعمل تفاعل حلو قوي مع الخل. وبحط كمان كمية مناسبة من الرابسو او المسحوق ونص كوباية من البريل، وببدأ انقع السجادة الاول مدة ساعة كاملة. وبعدين ببدأ بالفرشة بتاعتي بقى زي ما حضراتكم شفتوا كده، ادعك فيها كويس واشوف ايه الحاجات اللي هي متسخة جدا بركز عليها، لو بقع مثلا او حتة لبانة احاول ان انا اطلعها. وببدأ حبايب قلبي بقى مرة بالفرشة ومرة بالمقشة علشان اقدر ان انا انضفها كويس.
ممكن حضرتك لو عندك إمكانية تطلعي السجادة بره عند الناس اللي بتنظف، طبعا كلهم على راسنا وعلى عيننا. ودي شغلة محترمة ما فيهاش أي حاجة، أدلم الإنسان شغال شغلة شريفة، دي حاجة ما تعيبوش أبدا. أما أنا بصراحة بحب أغسل في البيت كده السجاجيد بتاعتي على إيديا. بحس أكتر بالعيد لما بغسل حاجتي وبنضفها على إيديا. والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى مديني الصحة. ربنا يا رب يديكم الصحة والعافية طول العمر إن شاء الله، ما تتحرموش منها أبدا. دلوقتي حبايب قلبي بقى بتزودي كتير جدا كده على السجادة، على الحروف اللي كانت قبل كده الشراشيب، علشان تبقى زي الفل مع حضرتك بعد كده. طبعا دلوقتي أنا ظهري وجعني بقى بصراحة. مسكت المقشة دي طبعا، كان شعر طلع من السجادة، لكن بقت زي الفل. وبدأت دلوقتي إن أنا أنزل يا حبايب قلبي الحاجات بتاعتي على السفرة، حضرتها علشان احتفالا بالعيد ان شاء الله. وما تنسوش المشروبات، العصاير، والحاجات الحلوة. وكل عام وحضراتكم بألف خير. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بالاشتراك واللايك والشير، وما تنسونيش بصالح الدعوات من حضراتكم. واشوفكم على خير ان شاء الله، وانتم في اتم صحة واحسن حال. والسلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته.